الله عليه. سبحان الله العظيم، أيكره هذه العهود إلا من يحب للناس الريبة وينشر في الأرض الفساد؟ لقد بعث رسول الله أخانا مصعب بن عمير لأهل يثرب ليعلمهم أمر دينهم. لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فكلمة التوحيد هي التي بعث بها الله نبيه محمد رحمة للعالمين. وماذا عن عبادة الأصنام يا مصعب؟ باطلة، فهي شرك بالله الواحد الأحد، فلا بد من عبادة الله وحده لا شريك له. وماذا عن أخلاق الجاهلية؟ أما عن أخلاق الجاهلية فتمحوها كلمة لا إله إلا الله عند دخولها القلوب، وكلما زاد إيمان العبد زادت أخلاقه، وكلما نقصت ظهرت عليه آثار الجاهلية. وماذا عن الصلاة؟ يا أهل يثرب، الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، فهيا لأعلمكم. فكان هذا هو التمهيد لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. وكان مصعب بن عمير هو السفير الأول بعد بيعة العقبة الأولى. يا مصعب، لقد هدى الله الناس إلى الإسلام بفضلك. يا أسعد يا ابن زرارة، هذا فضل الله لا فضلي، لعل الله أراد أن يعمر بالإيمان والقرآن القلوب. أظن أن رسول الله سيسعد بهذه النتائج العظيمة. أشكرك يا أسعد أن فتحت لي بيتك لأقيم فيه. إنما المؤمنون إخوة. وفي العام 13 من البعثة، لما انتشر الإسلام في المدينة على يد مصعب بن عمير، ورسول الله في مكة يلاقي عنة قريش وأذاها الذي كان يشتد على مر الأيام، قدم وفد الأنصار في موسم الحج، وكانوا 70 رجلا وامرأتين، وقالوا: نبايعك يا رسول الله. رويدا يا أهل يثرب، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها. فداك أبي وأمي يا رسول الله. وهكذا تمت بيعة العقبة الثانية، وأصبح الأنصار هم حواري رسول الله. وتهيأت يثرب لاستقباله. علينا أن نمنعهم من هذه الهجرة. علينا أن نفرق بين الزوج وزوجه، وأن نجردهم من أموالهم. هذه فضيحة كبرى لمكة وأهلها. لن تحدث الهجرة مهما كان الثمن، بالقتل أو بالحبس أو بأية وسيلة. رسول الله خرج في الظهيرة مع أبي بكر الصديق قاصدا المدينة. أخاف عليه من قريش وغدرها يا بلال. شعرت قريش أن الإسلام أصبح له دار يلجأ إليها وحصن يحتمي به، فخافت من عواقب هذا الأمر الذي صار يهدد كيانهم، فباتوا يبحثون عن حامل لواء دعوة الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور 3 ليال. هذا غار ثور، الأثر يقول إنهم قد اقتربوا من هنا. يا نبي الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. قال صلى الله عليه وسلم: اسكت يا أبا بكر، ما بالك باثنين الله ثالثهما. لقد شل تفكيري، فعلينا أن نعلن عن مكافأة لمن يعثر على محمد وأبي بكر أو يقتلهما. الحمد لله أن نزل رسول الله بقباء فبنى لنا مسجدا. بعد أن أقام النبي في قباء 14 ليلة،
جاءه أخواله من جده عبد المطلب في الطريق، وهم زعماء بني النجار في يثرب، متقلدين سيوفهم، وأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلوا المدينة به ليحموه من اليهود وباقي المشركين من الأوس والخزرج الذين لم يؤمنوا مع مصعب بن عمير وما زالوا متصلين بقريش وحلفائها الذين يريدون القضاء على محمد وأتباعه. اللهم صل وسلم على فرحتي بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضاهيها فرحة في حياتي. سيقوم رسول الله بتنظيم الحياة هنا في المدينة، فهناك مشاكل تحتاج إلى مواجهة. نعم، فقد كانت أولى خطواته المباركة الاهتمام ببناء المسجد الأعظم في المدينة، حيث تقام فيه شعائر الإسلام والصلوات التي تربط المسلم برب العالمين. ارتاد الصحابة المسجد، فكان البوتقة التي انصهرت بها قلوب الصحابة وذاب ما كان فيها من عصبيات وتكبر وتمرد، فأخرج ما فيها من شرك وحسد، وحل محله الإيمان والحب والرحمة، فصار الصحابة أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأكثرها طلبا للجنة. وكذلك أثنى على إيثار الأنصار لهم. سيقوم رسول الله بتنظيم العلاقات بين المهاجرين والأنصار واليهود داخل المدينة بوثيقة تحفظ الحقوق للجميع. الحمد لله على نعمة الإسلام. فعندما وصل رسول الله إلى المدينة ترك وراءه قريشا التي ملأت عداوته قلوبها، وهي لن تألو جهدا في الوقوف بوجه دعوته، بل وربما قتاله إذا لزم الأمر. فكان من تمام الحكمة للنبي صلى الله عليه وسلم إيجاد نظام يستهدف تنظيم العلاقات بين أهل المدينة بعد أن أصبح فيهم مسلمون إضافة لليهود والمشركين. لقد هاجر محمد وكسر شوكتنا. لن نتركهم هكذا، وسنرتب لحروب متتالية معهم لنجهز أنفسنا من الآن لمحاربة محمد وأصحابه. لن ندعك تسخر منا أكثر من ذلك يا محمد، فلقد حانت ساعة الحرب.